اهلا بيكم في حلقه جديده من دوائين يا ماما. النهارده معاكم دكتور ماما. يومنا في دكتور ماما النهارده هنتكلم عن الكالسيوم والحليب وكمان الاخطاء الشائعه اللي طالعه عن الحليب. هنصحح مع بعض الاخطاء ونقول شويه معلومات ممكن يكون كتير مننا عارفينها وممكن يكون فيها حاجات لسه جديده. قبل ما نعمل اكلات تخص الكالسيوم وحاجات تزود الكالسيوم في العظم، هنروح الاول نشوف ضيوفنا النهارده معانا اللي هيشاركونا في حلقتنا ان شاء الله. ازيكم؟ تمام. عاملين ايه؟ تمام. اسمك ايه؟ كيرو. عندك كام سنه؟ 12. 12. اسمك ايه؟ نورين. نورين. عندك كام سنه؟ 11. 11. يعني معايا اسمين مدلعين نفسهم قوي بصراحه، يعني الحلقه دي متدلعه. صح ولا مش صح؟ صح. قولوا لي انتوا تعرفوا حاجه عن الكالسيوم؟ ايه الحاجات اللي بيبقى فيها كالسيوم عالي؟ قولوا لي كده، كل واحد فيكم يقول لي مثلا ايه، يقول لي حاجه واحده مثلا من اي حاجه يعرفها في الكالسيوم. مثلا البروكلي. اللبن. البروكلي، اللبن، الجبنة. جبنه، الزبادي. الزبادي، البيض. البيض. انتوا شاطرين خالص. ايه تاني؟ ممكن بيض ولبن، كل مشتقات الالبان، صح ولا غلط؟ تمام. هو في حد فينا ما بيشربش اللبن؟ لا طبعا. لا طبعا. لا، في ناس ما بتشربش اللبن. لا احنا بنشربه كل يوم. انتوا برافو عليكم، انتوا شاطرين. بس اكيد معانا اطفال بيتفرجوا علينا ما بيشربوش اللبن، صح ولا غلط؟ المفروض ان احنا نعمل لهم اكلات، الاكلات دي هم ما يحسوش فيها ان في لبن. ان فيها لبن، صح ولا غلط؟ صح. صح. بس الطفل دلوقتي ذكي. تفتكروا ان احنا لو قدمنا شوربه ممكن الطفل يكتشف ان فيها لبن؟ لا. صح؟ محدش هيخطر في باله ان الشوربه يكون فيها لبن. فيها لبن، لانه ده طفل، صح ولا غلط؟ صح. عشان كده احنا عملنا كده على النهارده. هنعمل مع بعض شوربه الزبادي. شوربه الزبادي النهارده المكون الرئيسي فيها اللبن والزبادي، علشان نزود نسبه الكالسيوم اللي موجوده في الاكل. احنا محتاجين كوبايتين لبن، محتاجين كمان كوبايتين زبادي كبار و3 معالق نشا، ومحتاجين 3 فصوص توم مفرومين ناعم، محتاجين كمان نص كوبايه كزبره مفرومه، زيت نباتي وملح وفلفل. دايما لما نيجي نختار الزيت اللي هيتعرض لدرجه حراره عاليه على النار دايما يكون زيت نباتي. طيب انا هسالكم سؤال، السؤال دوت من الاخطاء الشائعه في اللبن. في ناس بتقول لك اللبن خالي الدسم فيه فوائد اقل من اللبن كامل الدسم. انا عايزه اعرف رايكم، مش عايزه كلام علمي، انا عايزه اعرف رايكم. تفتكروا ان اللبن خالي الدسم فيه فايده اقل من اللبن كامل الدسم؟ بالنسبة لي انت بالنسبه لك وبالنسبه لك اخر كلام؟ لا افكر. اخر كلام؟ ايوه. لا. لا انتي أنا لأ؟ بالنسبة لي اخر كلام. انت بالنسبه لك اخر كلام، ونورين بالنسبه لها مش اخر كلام. لا اخر كلام. اخر كلام انه ايه؟ لا. اللبن خالي الدسم اقل فايده؟ لا. لا، صح؟ الاثنين زي بعض. لا الاثنين مش زي بعض. عايزه اسال، بصي انا هوجه السؤال الاول. بص، اللبن خالي الدسم واللبن كامل الدسم، الفرق ايه ما بينهم؟ في فرق ما بينهم ولا لا؟ ولو في فرق هيكون في الفايده؟ يعني لبن خالي الدسم اقل فايده من اللبن كامل الدسم؟ ايوه اللبن. ايوه. انت صح؟ وانت يا نورين؟ ايوه. يعني انتوا الاثنين متفقين ان اللبن خالي الدسم هو نفس اقل قيمه من اللبن كامل الدسم، تمام. صح يا نورين؟ صح. انا عايزه اسمع راي نورين. ايوه صح. عايزاكي تقولي اللبن خالي الدسم اقل فايده. اللبن خالي الدسم اقل فايده. هنروح نصحح المعلومه. للاسف هي دي الفكره اللي عند كل الناس. ناس كتيره جدا كانت بتسالنا اللبن خالي الدسم، اصل بنشرب ابننا لبن خالي الدسم، بس هو لبن خالي الدسم ده الفايده فيه اقل؟ للاسف لا. الكالسيوم واحد والفيتامين والمعادن الموجوده في اللبن واحده. مفيش فرق ما بين اللبن المبستر اللي بنشتريه من السوبر ماركت او اللبن العادي اللي بنشتريه من عند اللبان الا حاجتين. طبعا البسطره بتقلل من نسبه البكتيريا اللي بيتعرض لها اللبن، لان اللبن العادي بيتنقل في مراحل بتكون ممكن ما تكونش معرضه لدرجه حراره كافيه. يعني ممكن يتنقل حاجات اللي هي بيبقى فيها اللبن دي بتتنقل على ظهر عربيه نقل لحد اللبان، ومفيش مزارع ممكن تكون قريبه. فبالتالي الفتره اللي بيعدي فيها اللبن من اول المزرعه لحد ما بيوصل عند بتاع اللبن
بيكون عدى على درجه حراره، لو احنا في الصيف بتكون درجه حراره عاليه جدا، ولو احنا كمان في الشتاء ما بتكونش درجه الحراره المطلوبه، فبالتالي انا عرضت الحليب بتاعي للبكتيريا اسرع. ده بالنسبه للحليب المبستر والحليب اللي عند اللبان. لكن الحليب المبستر لا، بيبقى بيعدي على مراحل صح، بيعدي على مراحل تسخين عاليه جدا، وبيعدي على مراحل حتى حفظ صح، وبتتنقل للمحلات في ثلاجات، فبالتالي ما بتتعرضش لدرجات الحراره اللي بتكون في الشارع. اما بالنسبه لخالي الدسم وكامل الدسم فما فيش فرق ما بينهم الا نسبه الدهون. نسبه الدهون هي الحاجه الوحيده اللي تفرق ما بين اللبن خالي الدسم واللبن كامل الدسم او قليل الدسم، لكن جميع الفيتامين وجميع المعادن ونسبه الكالسيوم واي حاجه موجوده جوه اللبن واحده، لان هي في الاخر خلايا متكامله ما بتختلفش. هنبتدي، مين بقى فيكم هيساعدني في الشوربه؟ انا. طب بصوا، احنا معانا شوربه ومعانا عصير. لا انا عايزه انا عصير. لا بقى انتوا متفقين كده كتير. مين هيعمل الشوربه ومين هيعمل العصير؟ انا عايزه اعمل عصير. طب أنا تمام تعالى الشوربة. تعالى اعمل الشوربه، يلا نشتغل بقى مع بعض. نشيل اللابتوب هنا. بص، اول حاجه احنا هنستخدم اللبن تمام. علشان في نشا معانا، عشان الشوربه تبقى تقيله. الشوربه المفروض تبقى تقيله، حلو. يبقى احنا لازم ندوب النشا في اللبن على البارد، ان احنا لو عرضناها لايه لدرجه حراره عاليه اللي هي على النار هتكلكع مني بسرعه. حلو، تمام. يلا خد صب اللبن كله. كله. زي الفل. تمام، حطه فين؟ هات نشيله تحت هنا كده في اي حته. تمام، هنحط النشا 3 معالق نشا، وهن قلبه او هندوبه. ندوبه. لازم ندوبهم ناعم جدا ونتاكد ان النشا بتاعتي حصل لها عمليه التدويب. بالظبط، دابت تماما علشان ما تكلكعش مني على النار. تمام. 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 زي ما احنا شايفين كده، لازم النشا تدوب جامد جدا. انا بقى عايزاك تقول للناس، لو انت عندك اي معلومه تقدر تفيد بيها الناس اللي بتتفرج علينا عن الكالسيوم قول. لو انت عندك معلومات تانية عن الصحه وعن التغذيه، انت عارف ان احنا النهارده دكتور ماما بيتكلم عن الكالسيوم والتغذيه. التغذيه والكالسيوم وكل حاجات بتخص صحتنا. لو انت عندك فوائد اقدر فيد بيها الناس، اكون انا قلبت نشا. ماشي، الكاميرا معاك، يلا. اللبن لان هو دايما بيفيد، لان هو من الالبان ففي كالسيوم وفي فيتامينز. وبرده الجبنه والبيض، يعني ده في معلومه بتقول لك ان ممكن لو انت كلت 4 بيضات تبقى كانك كلت كيلو لحمه او كيلو فراخ. ده عشان البروتين. عشان البروتين. عشان البروتين اللي فيها. تمام، ماشي. كده هنحط كده دوبنا النشا جامد. تمام، بقى انت قلب النشا دي. اكون انا عملت طبعا انت عارف ان الزي الرسمي بتاع دكتور ماما لازم البس بالطو، عارفين ولا مش عارفين؟ قولي لي، اتفرجتوا على حلقات دوقيني يا ماما؟ يعني عجبتكم؟ كانت جميله جدا. طب كويس. انتوا عارفين ان احنا عندنا يومنا متقسم ل4 ايام، دوقيني يا ماما وابله ماما ودكتور ماما. لا مفيش دوقيني يا ماما، هو البرنامج اسمه دوقيني يا ماما. دكتور ماما وابله ماما وايه تاني؟ وماما في ورطه. ماما في ورطه. و افتكروا معايا عشان نسيت. كان في ايه تاني؟ وماما هيرو. وماما هيرو. كده هنحط حطينا الزيت ونحط الثوم. تمام. هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل، ومش هنعمل اي حاجه لغايه ما نرجع. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا اشوفكم بعد الفاصل.
ورجعنا لكم بعد الفاصل عشان نكمل مع بعض شوربه الايه؟ الزبادي. الزبادي بتاعتنا. احنا خلاص حطينا الصلصه على لا صلصه ايه؟ الزيت على حطينا التوم. الزيت. صح، الزيت على التوم. هننزل دلوقتي ايه؟ خلاص كده سيبناه يتحمر شويه. هننزل الزبادي. تمام. تمام. ايه هنحط دلوقتي الايه؟ اللبن. اللبن اللي محطوط اللبن عليه اللي ايه؟ بنشا. اللي بالنشا. اللي بناخده. اهم حاجه في اي حاجه فيها نشا لازم ايه؟ ندوبها حلو. ندوبها حلو، ولازم لما تتعرض للنار يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها نشا. لا، لازم تتقلب كويس عشان ما تكلكعش. طول ما هي على النار تتحط على النار لازم تتقلب كويس عشان كويس. خاطر ما تتكلكعش. بالظبط. انا دلوقتي بقى عايزاك تشرح لي وتقول لي في ايه من المعلومات تاني انت تعرفه عامه غير لو انت مش عارف قول لي، انا ممكن اساعدك. لا ممكن تساعديني. طيب قول لي انت عايز تعرف ايه انا اقدر اساعدك فيه. مثلا انا عايزه اعرف ايه فوائد البيض غير غير الفيتامينز وكده في الجسم. وايه برضه فوائد اللبن في الجسم. حلو. انت عارف ان البيض بروتين، تمام. نوع من انواع البروتين. انت عارفه ده كمان ان البيض من البروتين. و ايه تاني عايز تعرف حاجه تاني عن البيض؟ عن اللبن. اللبن ده قصه. بيفيد ايه بقى في الجسم بالظبط؟ اللبن ده اهم حاجه فيه، او اهم حاجه فيه الكالسيوم. واهم حاجه للكالسيوم في العظم ايه؟ اهم حاجه للجسم ايه؟ العظم. العظم طبعا. تمام. بس الاهم من الكالسيوم اللي في العظم، مهم جدا ان احنا لما ناخد حاجه فيها كالسيوم اخد حاجه فيها فيتامين دي. الفيتامين دي ده في ايه بقى؟ فيتامين دي ده موجود في حاجات كتير، بس اقوى حاجه موجوده فيها فيتامين دي الشمس. الشمس بيها فيتامين دي. الشمس الاشعاع بتاعها الصبح، عارفه انت كده لما يقولوا لك الرجل لما تكونش معدوله توقفوها في الشمس. لما ما تكونش معدوله، لما تكون وجعاك. لا تكون وجعاني وكده. لما تكون وجعاك المفروض ان هي تكون في تحطها في الشمس فعلا. بس عارفين انهي فتره؟ الفتره اللي هي بتاعه الساعه 8 الصبح 9 اخرك 10. كل مكان في جسمنا بيتعرض للشمس بياخد فيتامين دي. فحلو جدا اشرب كوبايه اللبن واقعد في الشمس شويه. بس انتوا عارفين ايه اكتر وقت مفيد في شرب اللبن؟ مين فيكم يقول لي؟ الصبح. وانت؟ برضه. فانتوا قبل المدرسة. معلوماتكم غلط. انا زعلانه خالص. بالليل قبل ما ننام. بالليل قبل ما ننام. برافو عليكي. ليه بالليل قبل ما ننام؟ مش احنا يعني هو اللبن ده مفيد لما نكون بننام، يعني بيبقى مفيد. اللبن بيهدي الاعصاب. ايوه بيخلينا ننام. بيخلينا ننام. دايما لو انت شربتي كوبايه لبن دافي، انتوا عارفين ان اللبن الساقع بيجيب اسهال الصبح. دايما اي حد بيبقى عنده امساك لازم يشرب لبن دافي. لازم يشرب لبن ساقع. لا مش بتقولي حضرتك بيجيب الاسهال؟ ما هو عشان هو عنده امساك. يبقى هو عنده بيعالجه امساك بقى. هيشرب ايه؟ لبن ساقع. ايوه، لكن هيشرب لبن دافي بقى يزود له الامساك؟ لا. صح ولا غلط؟ صح. تمام. احنا كده بص شايف تقلت معانا ازاي الشوربه؟ عشان خاطر بالظبط. انا مش عايزه اي حاجه تاني. هرفعها من على النار كده واسيبها. حلو. تمام. عايزاك بقى تروح وكل واحد فيكم يرسم لي اي حاجه ليها علاقه بالكالسيوم، يا عظم، يا مثلا كوبايه لبن، يا بيضه، يا طبق جبنه، وهشوف اني احلى رسمه فيكم. ايه رايكم؟ تمام. اتفقنا؟ يلا وروني. نورين. نورين. اسمك نورين؟ اسمك حلو قوي، اسمك عاجبني بصراحه قوي. تمام. لازم ترسموا حاجه ليها علاقه بالايه؟ بالكالسيوم. بالكالسيوم. كوبايه لبن، اي حاجه ليها علاقه بالكالسيوم. كوبايه لبن او بيضه او جبنه، مثلا علبه جبنه، بس من غير اسماء عشان ما يبقاش اعلان. ماشي. او علبه جبنه او او طبق جبنه. حلو. تمام. اتفقنا؟ يلا. ممكن بقى تختاروا الالوان الغامقه عشان تبين، مثلا الكحلي، الاسود كده. اسود. تمام.
زي ما الكالسيوم مهم جدا ان احنا ناخده، مهم جدا ان بتيجي علينا اوقات ما ينفعش ناخده. طب يا ترى في اوقات فعلا ما ينفعش ناخد فيها الكالسيوم؟ اي حد عنده انيميا او الهيموجلوبين بتاعه، الهيموجلوبين اللي بيكون موجود في كرات الدم الحمراء بيكون مش مظبوط او قليل عن الرقم القياسي، وده بنعرفه عن طريق تحليل، لازم نمنع عنه اي حاجه ليها علاقه بالكالسيوم. خلال الفتره اللي بنتعالج فيها من الانيميا اللي بنحتاج فيها حديد لازم نوقف الكالسيوم. مش معنى ان احنا نوقف الكالسيوم يعني ما نشربش اللبن وما ناكلش البيض وما ناكلش الجبنه، لا، بس دايما نخلي الفترات اللي ما بين الكالسيوم والحديد بعيده جدا، ان الكالسيوم كل ما بيزيد في الجسم كل ما امتصاص الحديد في الدم بيقل. يعني لو انا اكلت الصبح، دايما اخلي فترات الصبح وبالليل هي اللي فيها الكالسيوم عالي، وده لازم نعود عليه اطفالنا. دايما الصبح ياكلوا الجبنه او البيض او يشربوا الحليب او ياكلوا الزبادي، دايما على الفطار يا على العشاء. دايما نختار لهم في فتره الغداء الحاجات اللي ملهاش علاقه بالكالسيوم، دايما ليها علاقه بالحديد. يعني دايما نحط لهم كبده، نحط لهم لحمه حمراء، نحط لهم اي حاجه ليها علاقه بالحديد، نحط لهم سبانخ، اي حاجه ليه شق من مشتقات الحديد ما ينفعش تماما اخلط بيها الكالسيوم. فزي ما الكالسيوم مهم جدا ان احنا نوفره لاطفالنا، مهم جدا ان احنا نهتم بشرب اللبن، نهتم باكل الزبادي، نهتم بالبيض، نهتم بالجبنه. مهم جدا ان احنا نبص لاضراره او نبص للحاجات اللي ممكن تعود علينا من الكالسيوم سلبيه. يعني زي ما الكالسيوم هيزود لي، زي ما الحليب هيزود لي الكالسيوم في الجسم، كل ما يزيد الكالسيوم كل ما الحديد هيقل. فالشيء لما بيزيد عن حده بيقلب ضده. مهم جدا ان انا اشوف الحاجه وعكسها، يعني اخد الحاجه المظبوطه للكالسيوم وفي نفس الوقت اكون باخد الحاجه المظبوطه للحديد. دايما اهتم بوصفاتنا للطفل اللي عنده نقص في الكالسيوم، ان انا ما بينلوش ان انت لازم تاكل زبادي كتير، لازم تاكل لبن كتير، لازم تاكل جبنه كتير، لا، هسيبه براحته واحاول ان احنا ندخله الحاجات اللي مش باينه في النص، زي الشوربه اللي احنا عاملينها النهارده. ما فيش طفل ممكن يجي في باله ان هو هيشرب شوربه فيها زبادي او فيها لبن. نسبه الكالسيوم اللي موجوده في الزبادي اكتر بكتير من نسبه الكالسيوم اللي موجوده في اللبن. ناس كتير بتهتم بشرب اللبن لكن ما بتهتمش باكل الزبادي. مهم جدا ان احنا نحط لاطفالنا الزبادي اهم من اللبن، ان الكالسيوم اللي موجود في الزبادي اكتر بكتير من اللبن. طب هو موجود في جزء معين من الزبادي؟ في حاجه عندنا كده في الزبادي اسمها الشرش. شرش الزبادي من فوق، الميه اللي الناس كتير لما بتيجي تاكل الزبادي بتدلقها، هي دي اعلى نسبه كالسيوم موجوده في الزبادي. فالميه اللي موجوده في الزبادي اهم من الزبادي نفسه، ودي حاجه مهمه لازم ناخد بالنا منها. نروح بقى نشوف اطفالنا بيفكروا يرسموا ايه للكالسيوم. قولوا لي ايه؟ انا برسم بيض وجبنه ولبن. بيض وجبنه ولبن. انا برسم طيب طبق يلا. بيض. طب يلا، برافو عليكم. انا مبسوطه جدا ان اطفالنا لازم تخليهم قبل ما تفرضي عليهم ان هم ياكلوا الحاجه او تزعقي لهم ان هم ما بيحبوش الحاجه، حاولي تجيبيها لهم بشكل لعبه. خليهم يرسموها، يلونوها، هاتي لهم بازل يكونوا شكل منه. حاولي ان هم تجيبي لهم الرسمه يحاولوا يلونوا منها جزء فيها، يلونوها صح ولا غلط. ومن هنا لما يتعلقوا بالرسمه قوي او يتعلقوا بالحاجه اللي هم عملوها بايديهم هيحبوا يجربوها. جربي تدخليهم المطبخ، خليهم يعملوا الحاجه دي بايديهم، وبعد كده افرضي عليهم ان هم يدوقوها. لكن ما ينفعش نبتدي ان احنا نفرض الاكل على اطفالنا قبل ما نمر بمراحل كتير. هنشوف ايه المراحل اللي المفروض نمر بيها لاطفالنا قبل ما يدوقوا الاكل بعد الفاصل. اشوف تطلعوا فاصل وترجعوا بعد الفاصل يكونوا خلصوا الرسمه وهنعمل العصير بتاعنا. استنوني. ورجعنا لكم بعد الفاصل عشان نكمل مع بعض باقي حلقتنا. هنشوف الرسمه وبعدين نرجع نشوف الميلك تشيك بتاع الزبادي. قولوا لي عملتوا ايه؟ انا رسمت ده. رسمت بيت شم النسيم. لا ما توريهوليش، انا اوريه للناس، انا عايزه الناس اللي تشوف. ايوه شكلها حلو خالص. وريهم انت كمان رسمت ايه. انا رسمت بيض، كنت المفروض اكمله بس ما جاش وقت. رسمت بيض ولبن وبروكلي وبس. امسكي كشكول كويس عشان الناس تشوف. وريني كده رسمتك. بتضحك على رسمتك ليه؟ معلش.
انت راسم للبيض ايدين ورجلين. لا عشان خاطر اعمل بقى ان هي قوي كده. انت عاملها انها قوي. اه رسمت علبه فيها جبنه، كتبت عليها جبنه، ورسمت علبه لبن. لا ماشي، انا عايزه اوريه للناس. ادي البيض، وادي اللبن، وادي الجبنه، وده ايه؟ ده بيض، بس كنت هكمله بقى بيض ملون كنت زي شم النسيم. زي شم النسيم. ودي شجره ولا ايه؟ لا ده بروكلي. بروكلي؟ دي ثمره بروكلي واحده بس، بروكليه واحده يعني. طيب تعالي لي بقى انتي وكراستك عشان تعملي معانا العصير. مش عصير، هنعمل ميلك تشيك زبادي بالايس كريم والعسل. ماشي؟ اتفقنا؟ نشوف الرسمه الحلوه. كانت الجميله. شوف الرسمه، رسمه بيت شم النسيم، ورسمه عليه قلب وورده ونجمه. تحبي بيت شم النسيم؟ هبقى اجيبك في حلقه شم النسيم. ماشي؟ عشان نلون البيت بتاعي. يلا نديله بقى ايه الدفتر عشان احنا نكمل مع بعض. المقادير اللي احنا محتاجينها في الميلك تشيك بتاعنا، محتاجين زبادي بالظبط حوالي كوبايتين زبادي كبار، ربع كوبايه عسل نحل، وكوبايه ايس كريم فانيليا. ايه رايك في العصير ده؟ تخيلي طعمه هيبقى عامل ازاي. هيبقى طعمه جميل جدا صح؟ تعالي نحط المكونات. انا مش هحط حاجه، انا هسيبك انتي اللي تبدعي. المطبخ مطبخك. يلا. لا هنحط زبادي الاول. انا هضطر اغششك بقى. عايزه معلقه؟ خلاص اهي ما فيهاش. يلا حطي اللي بعده. نحط العسل. حطي العسل بس كفايه عشان ما يبقاش مسكر. يلا حطي اللي بعده. نحط الايس كريم. برافو برافو، شاطره شاطره. دخلتي المطبخ قبل كده؟ عملتي ايه في المطبخ؟ بعمل سلطه وساعات بساعد ماما. بتساعدي ماما؟ برافو عليكي. يلا نحط ايه؟ الغطا. هي هنصبه. هكملهولك بعد لا هتشرب. هكملهولك بعد الحلقه، ولا اقول لك هنديها العصير اللي هي عملته وانا وانت نشرب الشوربه اللي احنا عملناها. ماشي؟ عشان ما يزعلش. نحط العصير بتاعنا جنب الشوربه. شايفين الشوربه تقلت ازاي؟ تقلت قوي عشان خاطر بقت عامله زي كويس. الكريمه. ايوه برافو عليكي. دوبناها كويس. عشان ايه؟ دوبناها كويس. دوبنا ايه؟ النشا النشا. النشا هي اللي بتتقل اللبن. الشوربه. صح برافو عليكي، بتقل اللبن. طيب يلا بقى روحي اقعدي جنبه، وانا كمان ايه هنيجي نقعد. هجيب الحاجه دلوقتي واجي ناكلها مع بعض، بس بقى بعد ما نخلص. ماشي؟ اكبر حاجه من الاخطاء الشائعه في الكالسيوم وفي الحليب، غير ان الكالسيوم ان الحليب خالي الدسم اقل فايده من الحليب كامل الدسم، هو الشاي بالحليب صحي؟ صحي؟ يعني هو الشوكليت هي مش صحيه قوي، بس هي طعمها حلو. ماشي، الشوكليت باللبن، لكن الشاي باللبن الشاي ممكن اللبن تمام هو عنده اكيد فوائد، ممكن الشاي يكون بيضيع فوائد اللبن. برافو عليك. عشان اللبن، عشان الشاي، هو الشاي بيتصنع، يبقى مصنع يعني. بصي الفكره مش فكره شاي مصنع، الفكره ان الشاي والقهوه فيهم حاجه اسمها الكافيين. صح؟ فيهم حاجه اسمها الكافيين. الكافيين من الحاجات اللي بتكسر الكالسيوم،
فمش صحي خالص ان احنا نعود اطفالنا ان هم يشربوا شاي بلبن، ان هم ما بياخدوش فايده الكالسيوم نهائي. بيفضل ان هم يشربوا اللبن يا ياكلوا الزبادي، ودايما نعودهم. ممكن نحط عليه شويه شوكليت، صح؟ نضربه بشويه بلح، صح؟ لو زنقت خالص خالص هنجيب مثلا ايس زي ما عملنا كده، ممكن نجيب ايس كريم مع زبادي مع شويه عسل، نحط عليهم شويه فانيليا، صح؟ لكن في الاخر انا ما جبتش حاجه كسرت الكالسيوم اللي موجود عندي. فمهم جدا ان انا اخد بالي مش بس من جرعه الكالسيوم اللي المفروض ياخدوها. عندي سؤال. اتفضلي اسالي. هو الفانيليا بتبقى مصنوعة من اللبن؟ الفانيليا مصنوعه من اللبن؟ لا، الفانيليا مش مصنوعه من اللبن. الفانيليا بتدي طعم. الفانيليا دي نكهه، لكن هي مش مستخلصه من اللبن. منتجات الالبان هي لبن، زبادي، بيض، جبنه. ودي لا، يعني البيض كمان مش من منتجات الالبان، البيض فيه كالسيوم، لكن هو في الاخر ليه بنقول ان هو من مشتقات الالبان؟ لان نسبه الكالسيوم فيه عاليه. بيجي من الفرخه، عشان بيجي من الفرخه. والفرخه مالها ومال اللبن؟ معرفش. من الجاموسه مش من طب انا عندي سؤال بس بره الحلقه. ايه السؤال؟ اشمعنى حضرتك اخترتي ان انت تقدمي برنامج للاطفال بس؟ ليه اخترت اقدم برنامج للاطفال بس؟ ايه السؤال المحرج ده؟ خلاص مش لازم. لا هجاوبك. مش لازم. بص، اول حاجه انا بحب الاطفال جدا، تمام؟ وعندي قناعه شديده ان مش اي حد هيعرف يتعامل مع الاطفال، صح ولا غلط؟ صح. والاطفال بالذات بحس ان هم اذكى كتير من الناس الكبار. الانسان الكبير ممكن تضحك عليه كده ويتعامل معاك، لكن الطفل لو ما حسش انك انت قريب قوي من قلبه عمره ما هيحبك ولا يتعامل معاك، صح ولا غلط؟ صح. ولو انتوا ما كنتوش حاسين ان انا قريبه منكم ما كنتوش فرحانين النهارده ان انتوا جايين، صح. وما كنتوش كل الناس اللي بتتفرج علينا كانت بتبعت لنا مسجات على الفيسبوك وتبعت لنا حاجات كتيره انها تبقى عايزه تيجي وتتفرج وتقعد معانا في البرنامج. ده بالنسبه لي نجاح كبير جدا. اتبسطت جدا معاكم في الحلقه النهارده بصراحه جدا. انا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم، الحلقه طعمها حلو وجميله، تمام؟ بشكر الساده المشاهدين وبشكر ضيوفي النهارده. ان شاء الله اشوفكم بكره في حلقه جديده من ماما هيرو، وكرتون جديد وفكره جديده وطبخه جديده. اكيد اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. باي باي. قولوا باي باي. باي. باي.